حضراتكم على بلاطة. السلطة دلوقتي بترتكب أكبر جريمة حصلت ضد الثورة من يوم 25 يناير. الجريمة هي إنها بتمهد الطريق لفلول الحزب الوطني إنهم يستولوا على برلمان مصر القادم ويحبطوا آمال الشعب في التغيير ويعلنوا الانقلاب على الثورة. أنا مش هبطل الكلام في الموضوع ده لغاية ما نشوف له في الآخر نهاية. موضوع قانون الغدر اللي ما بقاش اسمه الغدر، يبدو إنه الاسم اللي انتهوا إليه هو قانون إبعاد مفسدي الحياة السياسية، اللي هو القانون اللي بيعاقب اللي أفسدوا الحياة السياسية أيام حكم مبارك ويحرمهم من ممارسة حقوقهم السياسية، يعني من حق الانتخاب ومن حق الترشيح ومن حق تولي المناصب العامة لمدة معينة. حضراتكم بقيتوا أكيد عارفين إنه كان في كذا خلاف لما كان بيوضع مشروع القانون. خلاف يطبق على مين؟ على كل أعضاء الحزب الوطني اللي بيقال صح ولا غلط إنهم 3 مليون، ولا على قيادات الحزب بس؟ على أعضاء الحزب اللي بقوا أعضاء في البرلمان، ولا كمان على اللي ترشحوا وما نجحوش؟ على أعضاء الحزب أعضاء برلمان 2010 ولا كمان أعضاء برلمان 2005؟ هل كمان يطبق على أعضاء البرلمان المعارضين اللي تزورت لهم نتائج الانتخابات، يعني على الأحزاب اللي لعبت دور المحلل في الانتخابات المزورة؟ هل يطبق بس على السياسيين ولا يطبق على القضاة وعلى الضباط وعلى الإعلاميين اللي فسدوا وأفسدوا؟ إنما الخلاف